النهاردة هكلمكم عن واحدة من الحاجات اللي أثرت فيا من وأنا صغير، وكانت سبب أساسي في إن أنا أكون بحب الأنمي والمانجا، وإن أنا أكون متابع جدا للحاجات دي، وهي قناة سبيس تون أو قناة شباب المستقبل. قناة شباب المستقبل. أنا هقول لكم شوية معلومات كده بسيطة عن سبيس تون عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. قناة سبيس تون بدأت في سنة 2000 كبث تجريبي على قناة البحرين. كانت بتيجي فقرة كده صغيرة على قناة البحرين من ضمن البرامج اللي كانت بتيجي على قناة البحرين. وفي سنة 2002 ابتدت سبيس تون تنفصل وتبقى قناة مستقلة بذاتها، وابتدت إن هي تقدر تعرض كل الأنمي اللي احنا بنتفرج عليه. المقر الرئيسي بتاع سبيس تون موجود في دمشق وموجود في دبي، وكانت سبيس تون مترابطة مع مركز الزهرة للدبلجة. ومركز الزهرة ده واحد من المراكز فعليا اللي تعتبر أثرت في جيل كامل، عشان هي اللي كانت بتدبلج كل أو أغلبية يعني الكرتون اللي بيجي على سبيس تون، بجانب طبعا الأغاني اللي كانت بتنزل مع الكرتونات اللي على سبيس تون. الأغاني دي يعني احنا لحد دلوقتي تقريبا جيل كامل لسه بيسمع الأغاني بتاعت سبيس تون وبيحبها وعارف الناس اللي كانوا بيغنوها، ولحد دلوقتي هو بيقعد يسمعها. فبصراحة مجهود قوي جدا من مركز الزهرة إن هو قدر يأثر في جيل كامل، سواء بالدبلجة إن هما كانوا بيحافظوا إن ما يكونش فيه أي ألفاظ خارجة عشان ده محتوى للأطفال، سواء في الأغاني اللي كانت دايما بتكون أغاني هادفة أو بتحاول تحمس الأطفال وتديهم أمل وتشجعهم. فبصراحة مركز الزهرة وسبيس تون كانوا بيقدموا لنا حاجة جميلة جدا. قناة سبيس تون فيها حوالي 10 كواكب، زي مثلا كوكب أكشن، كوكب مغامرات، كوكب رياضة، وكل واحد من الكواكب دي بيتعرض عليه نوع أنمي محدد أو نوع كرتون معين، بيكون طبعا يمشي مع الكوكب. يعني لو حاجات الأكشن كان بيتعرض فيها المحقق كونان، حاجات الرياضة كان بيتعرض فيها الكابتن ماجد، وهكذا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تقولي انت من جيل سبيس تون ولا لأ.